سلام البنات، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير عليكم. اسمحوا لي اليوم ما بنتش، هاني كنت مع العشايتو مع بنتي شويه، راه مفروض قربوا يا البنات، لازم الواحد يوقف شويه مع ولاده. المهم هاي الوصفه اللي طلبتوها من عندي، وصفه طبيخه سلق، والله شريته على اساس باش ندير به وصفة خلاف ميكي، صح طلبته من عندي الوصفة هدية. قلت والله هنديرها أنا وسي العائلة تاعي يحبوها يموتوا عليها. ودرت لكم تاني الوصفة التانية اللي هي الكسرة، كسرة الخسيس تاعنا تاع ناس الشرق بصفة عامة. لهنا طبيخة تاعنا البنات كيفاش نديروها. تحبوا دجاج، ولا ما عندكمش دجاج راهي تدار حتى بجونبو نورمال خلاص. باسكو البنة تاعها في الخضرة هذيك، ماهيش البنة مش الدجاج اللي راح يبننها. لهنا أنا عندي شوية دجاج نحطه على جسد الولاد باش ياكلوا يعني هكا. درت فيها تحتاج معانا راس بصل، يكون متوسط برك الحجم، سنة توم 3 ولا 4 كيما تحبوا نتوما، ارحيوهم بيان. الحبوب احنا نحطوا فيها الحبوب، نحطوا فيها الحمص، نحطوا فيها اللوبيا. لكن اللي عنده الفول يحط فيها الخضر، نحطوا فيها سنارية ولا الجزر، نحطوا فيها اللفت والبطاطا. هذا واش نحطوا فيها الطبيخة تاعنا تاع السلق، هذا واش تجي فيها. قلت لكم لهنايا واش حطيت اللوبيا، حطيت الحمص، حطيت الدجاج تاعي، الزيت 3 مغارف تقريبا تاع ماكله وشويه، تحب تكون البرمه تاعكم شويه ها تصفي شويه زيت البنات. والتوابل هنا واش درت ملح، فلفل اكحل، درت فلفل احمر، العكري البودره شويه حار برك، شويه برك البنات مشو بزاف. درت فيها كعبه جامبو باش تطلق البنه مليح، شويه راس الحانوت. السلق تاعنا ولا طبيخه تاعنا يا البنات تحب تبلو كرويه ولا الكرويه، المهم تبلو كرويه هي سرة البنه تاع طبيخه تاع نحنا. حطوا من الشطور الله يبارك، انا قد ما حطيت. وفلفل هذاك اليابس حطيته سي. هذا مكان نقلي البرمة تاعنا هكا شوية البنات، نزيد لها الجزر بعد ما قصيت، درت 2 كعبات انايا لهنايا قصيتهم. وخلي البرمة تاعي هكا تتقلى شوي، ومن بعديك نجيب السلق تاعي اللي راني غسلته وقصيته، انا ما نغليش باش ما تروحلوش الفايدة تاعو. ما نغليهش الهيكاتك في الباسينه اللي مقابلتكم، الهيكاتك راهي بطاطا برك وفلفل حار. اللي هنايا حطوا حسب الكميه اللي عاد عندكم قليله، هاكم تحطوها ضربه واحده. اذا ما عندكم بزاف كيما انايا الله يبارك معايله البرمه بالك تبان لكم صغيره، مي الله يبارك هي كبيره البنات. لهنا نقسموا على مرتين. درت الأول حطيت له شوية ماء بلا خاطر نعرفوه كي تقيسوا ماء تغطيوه يهبط السلق، يدبال يعني هكا يهبط. ومن بعد بعد ما هبط شوي زدت كملت الكمية الأخرى تاعي التانية، هاكم تشوفوا. ودركا نغطي عليه ونخليه ما حركتوش، هاني غير هكا شوي شوي برك بس ما نقدرش البرمة معمرة ما قدرتش، نخليه هيك شوي شوية يزيد يهبط يدبال، ونجي معاه يطلق الماء تاعو خلاص. شوفوا هكا. دركا لهنا واش نجي ندير، نمرق البرمة تاعي اسهل منها ما كانش، مليحه في الشتاء في البرد، والسلق راه وقته درك. ويعني طبق ماهوش راهو صحي حتى هذا الطبق. وتجي بنينه كي العسل كي تعود ملبيه الله الله، والله تتغماس. تحب الكسره الخميره هي، مي انا درت لهم كسره رخيص شويه ها خشينه. والوصفة التانية هذه اللي تاني بزاف يقولوا لي ديري لنا بالمقادير ولا الكيل هكا تاع الاخر تاع الكسرة تاعكم كيفاه. ناس الشرق تعرفوا كامل ديروا الكسرة، مي الناس اللي ما تعرفش دير الكسرة حابين نخليها لكم تاني فيديو. الكسرة تاعنا كيفاش نديروها تاني يا البنات، هنايا راهو كيلو ساشية راهي برطل، الكيلو يدير لي 3 خبزات، 3 خبزات كسرة، 3 قرصات يعني هكا. كاين اللي معنا اللي ما يفهمش بالك اللهجة تاعي هادية، راني نحاول ماكسيموم اني نهدر بطريقة يفهموني كامل. حليت هداك السميد تاعي، سميد اللي هو دقيق مش الفارينة، خاطي طيحين سميد، حليته سميد أرطب هدايا الله غالب احنا نوع واحد كاين هنا هكا. ومن بعديك نحط شتو الكاس، نص كاس ولا فايت شوي نص كاس. الكسرة تاع ناس الشرق ما تجيش مبسة، احنا ما نديروهاش مبسة، هذه الكسرة تاعنا احنا برك. لهنايا كيس خميرة راهو يوزن 10 غرام ولا مغرف تاع ماكلة، ما تكترولهاش الخميرة بزاف. وشوية ملح حاشا عينيكم، كاين اللي يحب يحط سينوج يحط، انا ما حطيتش برك اليوم ما حطيتش، بصح في اغلب الاحيان نحط يعني صراحة اليوم برك ما حطيتش. ولهنايا نجيبو الماء دافي مش سخون، ماء دافي، ونبل الكسرة تاعي هكا نورمال. ما تقولوا للملح يتخلط ما يتفاعلش باسكو ماشها كسرة خميرة البنات، انا ماذا بيا ما تطلعليش بزاف، يعني جد ما هك شوي برك وخلاص. ها هي الطريقة كيفاش نعتها لكم هكا. الزيت هك شوي شوي ونحل نخلط كلش في بعضاه.
حنا مش يعني نحكمو كاين اللي كيفاه يديرها يبسس الزيت مع السميد بيان ومن بعديكا باش يزيد باقي المكونات، لا هذه هي الكسرة تاعنا كيفاش نطيبوها كيما هكا. تبقاي تزيدي في الماء بشوي بشوي بشوية، اللي حبها تكون شوية كي طيبيها في الطاجين شوية يابسة تجيك مش يابسة خلاها البنات يعني مشبوحة هاك حاكمة روحها تاع حميص تاع قلي ولا تاع حليب ولا واش كان، هاذيك البنات خليوها العجينة تاعكم تكون شوية يابسة، في العجينة راهي تعبكم شوي، أنايا راح ياكلوا بيها يغمسوا بيها دونك درتها شوية طرية، شوف القوام تاعها كيفاه، تبليها وتخليها ربع ساعة 10 دقايق، ما تخليهاش تطلع بزاف برك. هنا رجعت للبرمة تاعي، هنا زدت لها المرة التانية شوية ماء بعد ما طاب لي الحمص هذيكا واللوبيا، زدت لها شوية ماء وجيت نكمل الباقي المكونات، قرفل في الحار، درت 2 كعبات بطاطا قصيتهم هكا كيما راكم تشوفوا، نحط لها درك وين نحط أنا طماطم المصبرة، أنا ما نحطهاش في التقلية البنات نحطها درك في الطبيخة نديرها كيما هكا، كيما تاع الوالدة ربي يحفظها، هكا ونخليها تغلي وساعة ساعة نحرك باش تتحلي هذيك طماطم وخلاص. لهنا الكسرة تاعي بعد ما فدت عليها نقولكم باقيلها 12 دقيقة ولا 13 دقيقة المهم ماشي بزاف، أي ما خمرتش السوا، حكمت أنا ما نكذبش عليكم يدي توجعني البنات عجنتها في البيتران تعجن مليح، اللي ما عندوش البيتران كون ما تشوفيش الكسرة تاعك تعود رطبة وتطرجك في يديك، هذا هو سر الكسرة الرخيص برك تحب العجين هذا ما كان. هاهي 3 خبزات قسمتهم ودوك نطيبهم، انا ما عنديش طاجين اللي عنده طاجين طماط البلاد البنات ولا اللي عنده طاجين طينه والله يبارك اي تخرج لكم قاطو تخرج لكم كسره وعليها كما يقولوا عليها الكلام. انني مدايره بهذاك الطاجين تاعهم تاع اليوفكا برك اللي يطيبوا فيهم الورق تاعهم تاع البوراك ويديروا فيه المحاجب يديروا اني مدايره فيه هدايا نطيب فيه وخلاص. برك نخليكم تكملوا الفيديو كامل البنات، طريقة الكسرة كيفاه نورمال تخبزوها تقرصوها هنايا الحجم تحبوه نتوما تاع العلو تاعكم، انا ندير هكا شوية برك مع تطلع شوية مع سخانة الطاجين تجي مليحة سوا سوا. كملوا الفيديو للنهاية دوك تشوفوا كيفاه خرجت، نتلاقاو بعد قليل. لهنا هاني حطيتها في الطاجين البنات هدايا وتقبتها هكا شوي شوي باش ما تتنفخش ياسر يعني ما تطلعليش ياسر ياسر. برك رجعت هنا للبرمة تاعي هاني نحرك فيها لهنا ما زالت شوية البنات، دوك نحاول اني نشوف البطاطا تاعي اذا كانت خلها طياب ولا لا، هاي ما عليهاش هاي طابت شوية، نمعس هكا كعبات باش تلبي لي البرمة تاعي، بس كني قلت لكم تتكلى دي نغمسوها يعني مش راح ناكلوها كيما المرقة هكا بالمغرف، بس حكاية اللي حاب ياكلها ياكلها ميانا المقطرية ياكلوها يغمسوها. وباش تنشف لي البرمة تاعي نخلي لقطة هاك النص برك ونخليها نقلي عليها الغاز ونخليها تكمل النشفة تاعها شوية. الكسرة تاعي هاي الطيبة البنات، هنا قلت لكم هو مش طاجين طين يعني سي بوغ سا ندور منه من باش تحاول طيب لي كاملة. كملت 3 خبزات تاعي دوك تشوفوا كيفاه خرجت معانا وتشوفوا البرمة تاعي تاني دركا كيفاه. سمحوا لي الفيديو جاكم شويه طويل الله غالب وصفتين طلبوهم ياسر في الماسنجر، هاني حاولت ننزلهم وان شاء الله نرجع الوصفات الخفيفه ظريفه وخلاص. البرمة تاعي لهنا صاية البنات راح نطفي عليها اللمسة برك اللي نديرها مع النهاية ندير شوية زيت زيتونة ونغطي عليها ونخليها برك. البرمة كي طفيو عليها تقعد تكتك هذيك تقولوا مازالت ما طيب، لا خلاص انا طفيت الغاز عليها، درت لها شوية زيت زيتونة برك نحركها تحريكة خفيفة ونخليها. دوك البطاطا يزيد تشرب شوية الصوص هذيك تجي سوا سوا. هاني حبيت نقرب لكم الكاميرا كيفاه خرجت كي تغطيو عليها البرمة قد ما ترقد هكا شويه نقول هنا تمد ترجع بينا سوا. وهاي نتيجة الكسرة تاعي كيفاه خرجت. سمحوا لي تاني هضرت بزاف اني غير باش نشرح برك ونوصل لكم الفكرة. خرجت الله يبارك. انا ما عنديش وين نحوشي، احنا في البلاد رانا نحوشي والكسرة تاعنا يعني الحاشية تاعها نزيدو نديروها تحت النار، ما عنديش حتى ذاك الشانيمو صغير هذاك ما كانش دونك
المهم هي طايبة لبّس عليها، شوفوا هاني حليتها لكم كيفاه، تتحل نورمال تاع مرقة تاكلوا بيها، تغمسوا بيها، رخسيس و même temps طرية، كاين اللي يعجنها بالزبدة، كاين كل واحد، أنا ما عجنتها لا بالزبدة لا حتى شي، غير جوست هكا كيما شفتوا كيفاه الطريقة كانت واضحة خلاص. شهيتكم في الجنة، وإن شاء الله الوصفتين يكونوا نالوا إعجابكم. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر يا الأحباب. الملتقى إن شاء الله في كما قلت لكم في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، وهاي النتيجة النهائية تمتعوا بها وتفرجوها، وخليوا لي تعاليقكم الباهية وبارتاجيو الماكسيموم. الله يحفظكم ولا يعطيكم ما تتمناو. تهلاو في رواحكم، مع ألف سلامة.